كان سيدنا موسى يسرح بغنم من سيبو يثرون، وفي بلاصة اسمها مديان اللي فيها يثرون لاهي بأمور الدين. ومرة هز سيدنا موسى الغنم ومشي وصل بيهم لجبل الله. الجبل هذا اسمه طور سيناء، وغادي يظهر له ملاك من عند ربي في الخلاء من وسط شجرة عليقة صغيرة. شاف شعلة من نار، وشاف اللي الشجرة ما تتحرقش وهي شاعل فيها النار. قال سيدنا موسى بينه وبين روحه باش نقرب شوية حتى نشوف، هذا منظر عجيب، علاش الشجرة تشعل والنار ما تحرقهاش وما تصيب؟ كي شاف ربي نبي موسى يقرب وهو محتار البال، عيط له من وسط الشجرة وقال: موسى يا موسى. رد عليه موسى وجاوب: يا سيدي. قال الله: يا موسى اقف في الحال، استنى ما تقربش أكثر، هذا محال. نحي صباتك قبل واسمع مني الكلام، انت راك في أرض مقدسة وليها مقام. أنا الله إله جدودك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كي سمع سيدنا موسى كلام ربي حاول يوخر ووجهه يخبي، ترعب من مجد الله المعبي. قال الله: راني شفت في مصر الشعب اللي عملت معاه العهد يتعذب، هما قوم مظلومين ما عندهم حتى ذنب، وعرفاتهم قسوة عذبوهم، وسمعت صياحهم وعرفت وجيعتهم بالذل اللي عانوه، وجيت باش نحررهم والمصريين نرتحهم ونخرجهم من غادي لبلاد تفيض بالبن وعسل وكلها خير وفيها نعيم كثير، بلاد يسكنوها الكنعانيين والحثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين. راهو سياح بني يعقوب واصلني، وظلم المصريين ليهم ما يخفاني. يا موسى حضر روحك باش نبعثك الفرعون، ومن مصر تخرج الشعب اللي معاه عملت العهد، بني يعقوب اللي علي ما يهون. قال سيدنا موسى كي سمع الكلام: أنا شكون باش نقف قدام فرعون ومن مصر نخرج بني يعقوب كما تقول؟ قال الله: أنا في كل وقت نكون معك، وشد عندك الأمارة هذه دليل اللي أنا بعثتك، كي تخرج من مصر الشعب اللي عملت معاه العهد كيما أمرتك، باش تعبدوني على هاك الجبل بالذات. قال سيدنا موسى: يا ربي لو كان نمشي لبني يعقوب وكي نوصل نقول لهم: يا ناس الله إله جدودكم هو اللي ليكم بعثني، يا ربي وإذا على اسمك سألوني، كيفاش نجاوب وشنو نقول؟ قال ربي موسى: أنا هو اللي هو، وقول البني يعقوب اللي هو بعثني ليكم بهالدعوة. وزاد قال ربي موسى نبي: بالطريقة هذه تقول للشعب اللي عملت معاه عهدي: هو الله إله جدودكم اللي بعثني ليكم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو ربي إله جدودكم، اسمي هو، ويدوم مهما الزمان يطول، وبالطريقة هذه يذكرني جيل بعد جيل. وتو امشي لشيوخ بني يعقوب وليهم قول: الله إله جدودكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب جاني وتجلى وقال: راني عليكم رقيب، والظلم المصريين باش نكون حسيب، وقررت باش من الذل نخرجكم، الذل اللي ذقتوه من عند المصريين، والبلاد تفيض بالعسل والبن بعثكم، بلاد الكنعانيين والحثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين.